المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. تقوية الأنشطة الصحية في مدارس الجاشبركة. ظاهرة أمراض الملاريا تصل إلى مرحلة السيطرة في الإقليم الأوسط. صيانة 4 جسور في إقليم الجاشبركة. الصين تتهم واشنطن بشن أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي. مقتل 24 في انفجار ألعاب نارية خارج مكسيكو سيتي. وبومبيو في كوريا الشمالية لإجراء محادثات عن مواقعها النووية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نظمت ورشة عمل في مدينة بارونتو لتقييم الأنشطة الصحية الجارية في مدارس إقليم الجاشبركة بتعاون وزارتي التعليم والصحة والدفع بها قدما. وأوضح مسؤول فرع الثقافة والرياضة في مكتب التعليم بالإقليم الأستاذ سولومون جابريز جابيهير في التقرير المصحوب بالأرقام الذي قدمه، أوضح أن أنشطة النظافة التي قام بها الطلاب بحملات النفير أسهمت للحد من مرض الملاريا والأوبئة الأخرى. من جانبه قدم مسؤول مكافحة الملاريا في مكتب وزارة الصحة في الإقليم السيد إبراهيم يعقوب توضيحا حول أوضاع الملاريا على المستوى المحلي والقاري وسبل مكافحتها، مشيرا إلى أن الإقليم أو إقليم الجاشبركة من مناطق البلاد المستوطنة فيه الملاريا، لذلك تبذل الجهود لاستئصالها، مشيدا بدور المدارس في ذلك. من جانبه أوضح مدير مكتب الوزير في وزارة التعليم السيد محاري منجست آب أن هدف العمل الصحي في المدارس خاصة في مناطق الملاريا ارتقاء وعي الطلاب وتعزيز دورهم لضمان حماية الصحة المجتمعية، داعيا لمشاركة الإدارات لتقوية الجهود الجارية. وقال مسؤول التعليم في إقليم الجاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم إن المدارس ستمهد لها الأرضية لتأكيد مشاركتها لإنجاح البرنامج. شارك في ورشة العمل مدراء المدارس ومسؤول الخدمات الاجتماعية في المديريات ومسؤول المدارس في المديريات والمشرفون التربويون. أعلن بأن ظاهرة مرض الملاريا وصلت إلى مرحلة السيطرة عليها بنسبة 98% في الإقليم الأوسط بفضل الحملات التوعوية الجارية بتعاون وزارة الصحة مع المجتمع وغيره من الجهات المعنية. وصرح مسؤول وحدة مراقبة مرض الملاريا في مكتب الصحة بالإقليم السيد ملس جبريوسوس لوكالة الأنباء الإريترية عن إقامة لجان أهلية في المناطق التي يعتقد بأن الملاريا تنتشر فيها للسيطرة على ظاهرة المرض، حيث أقيمت لجان في 10 قرى بمديرية قالة نفحي و6 قرى بمديرية بريخ و9 في مديرية سرجقة، داعيا المدراء لإبداء تعاونهم مع تلك اللجان لإنجاح المهام. وناشد السيد ملس على تسيير أنشطة أهلية للنظافة البيئية باستمرار والعمل بقوة لدفن البرك وأماكن توالد الباعوض مع دخول موسم الخريف ابتداء من يوليو وحتى نوفمبر، والذهاب إلى المراكز الصحية في حال شهدت أعراض الملاريا، وتناول الأدوية بانتظام للحفاظ على الإنجازات المحققة والقضاء على المرض بالكامل. هذا ويقوم مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط بتنظيم أنشطة فاعلة سنويا في 25 من أبريل اليوم العالمي للسيطرة على مرض الملاريا، إضافة إلى تسيير أنشطة نظافة أهلية في الأسبوع الوطني لمكافحة المرض الذي ينتظم من 24 وحتى 31 من يوليو، وتوزيع ناموسيات معقمة للحوامل والأطفال تحت السن 5 والعجزاء. قيمت إدارة مدينة مصوع في الاجتماع الذي عقدته يوم 5 من يوليو البرامج المنفذة في النصف الأول من هذا العام. وأوضح مدير مدينة مصوع السيد هيلا أسفها في التقرير الذي قدمه أن البرامج كانت ناجحة بتضافر جهود الجهات الإدارية وتفاني العمل والمشاركة الشعبية النشطة والشركاء. وشرح المهام المنفذة في مجالات الصحة والمياه والتعليم والكهرباء ونظافة المدينة، موضحا الجهود المبذولة لتحسين خدمات مستشفى جرار والعمل لإيجاد حل دائم للمياه. وأشار التقرير المقدم إلى إجراء انتخابات مدراء الضواحي في حرقيقو وإمبيرامي، وإعادة توزيع الأراضي الزراعية في إمبيرامي، وصيانة حواجز المياه في إمبيرامي ودوغالي. وقدمت في الاجتماع آراء لحل مشكلة المواصلات في حرقيقو وإمبيرامي وإعادة تنظيم وحدة الإطفاء، مؤكدين للاستعداد للعمل لإنجاح البرامج الموضوعة.
تم صيانة جسر كبير و3 صغار جرفتها السيول في مدخل مدينة بارنتو بالتعاون بين المواطنين وأعضاء القيادة الغربية. وأفادت المعلومات الواردة بأن الهدف من العمل الذي شارك فيه بشكل يومي 240 شخصا خلال 17 يوما صيانة الجسور قبل أن تتفاقم الإشكالية مع دخول موسم الخريف، وسيرت أنشطة فعالة لإنجاح المهام، حيث جهزت شركة السجن الوطنية للإنشاءات المعدات اللازمة وإدارة مديرية كرن أو مديرية بارونتو القوى البشرية. وأوضح المهندس يعبيوت خلاب من شركة السجن الوطنية للإنشاءات تسيير أعمال فعالة ونشطة بالتعاون والمساهمة العالية من السكان وأعضاء قوات الدفاع البواسل. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، كونوا معنا. على الصعيد العالمي، بدأت الولايات المتحدة تنفيذ فرض رسوم جمركية على بضائع صينية تبلغ قيمتها 34 مليار دولار في علامة على بدء حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وردت الصين على ذلك بفرض نسبة مماثلة من الرسوم على 545 منتج أمريكي تبلغ قيمتها هي الأخرى 34 مليار دولار. واتهمت بكين الولايات المتحدة ببدء أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي. وقال البيت الأبيض إنه سيستشير في فرض الرسوم على المنتجات الأخرى التي تبلغ قيمتها 16 مليار دولار، والتي اقترح ترامب أن يبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر. وهدد ترامب بفرض نسبة 10% على بضائع صينية إضافية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار إذا رفضت بكين تغيير سياساتها. وسوف تؤثر الرسوم الجمركية التي أعلن عنها حتى الآن في نحو ما نسبته 0.6% من التجارة العالمية، وتمثل 0.1% من الناتج الإجمالي العالمي. قال مسؤولون إن 24 شخصا على الأقل بينهم عمال إنقاذ قتلوا، وأصيب العشرات في انفجارين بمصانع للألعاب النارية خارج مكسيكو سيتي. ويعد هذا الانفجار هو الحلقة الأحدث ضمن سلسلة من الانفجارات المميتة التي تضرب المنطقة المعروفة بإنتاج الألعاب النارية. وقالت حكومة الولاية في بيان لها إنه الانفجار الأول أو بعد الانفجار الأول وصل رجال الإطفاء والشرطة وغيرهم من رجال الإنقاذ إلى الموقع، ثم وقع الانفجار الثاني. وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد عمود من الدخان فوق المباني وعشرات من رجال الإطفاء والإنقاذ بالمكان. وقال لويس فيليبي مدير وكالة حماية المدينة إنه سيتم تعليق بيع الألعاب النارية في المنطقة وسيعاد النظر في تصاريح المصانع. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية يوم الجمعة، آملا في استيفاء تفاصيل عن خطط بيونغ يانغ للتخلي عن برنامجها النووي، وأيضا استعادة رفاة جنود أمريكيين فقدوا إبان الحرب الكورية. وأفاد تقرير صحفي أن بومبيو وصل إلى بيونغ يانغ والتقى مع كيم جونغ تشول المسؤول الكوري الشمالي الكبير الذي لعب دورا رئيسيا في الترتيب لقمة بين زعيمي البلدين استضافتها سنغافورة في الشهر الماضي. وخلال قمة سنغافورة أعلن زعيم كوريا الشمالية التزاما فضفاضا بالعمل من أجل نزع السلاح النووي، لكنه لم يحدد التفاصيل المتعلقة بكيف أو متى سيتخلى عن برامج بيونغ يانغ النووية. وقال مسؤولون بالمخابرات الأمريكية لرويترز إن بومبيو سيحاول التوافق على قائمة مبدئية على الأقل بالمواقع النووية بحيث يمكن مقارنتها بمعلومات المخابرات المتاحة. قام متظاهرون بإحراق عشرات السيارات والمباني في مدينة نانت غرب فرنسا مع تواصل أعمال عنف والاحتجاجات في المدينة لليوم الثالث على التوالي. وبدأت الاحتجاجات بعد أن قتل شاب في 22 من عمره على يد شرطي خلال ملاحقته بسبب محاولته الهرب من نقطة للشرطة كان يتم تدقيق الهويات فيها. واشتبكت الشرطة وقوات مكافحة الشغب مع المحتجين في حي لابوتيار في المدينة وكذلك في الجزء الشمالي منها، كما تم اعتقال 11 شخصا على خلفية الاشتباكات. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحياتي لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.